ازيكم يا جماعة؟ ان شاء الله ناوية النهاردة اكلمكم عن تجربتي الشخصية لفندق شيراتون شرم الشيخ. الفندق كبير جدا ما شاء الله، يعني في شاليهات، في فيلل، في اللي هو الغرف بقى اللي بالفندق. وزي ما احنا شايفين ده المدخل بتاع الفندق كبير جدا، وفي صيدلية، وفي الوقت ده المدخل. هو اصلا اللي قدامنا ده المفروض ان هو ده الدور السابع بالنسبة للفندق، يعني البحر تحت والغرف فوق، من تحت لفوق كده، والريسبشن اللي احنا بندخل منه ده هو الدور السابع بالنسبة للفندق. ده الريسبشن دلوقتي، بس انا بصور تصوير شخصي مش تصوير سياحي يعني، فهتلاقوا الفيديوهات تصوير عادي يعني. ده المكان اللي في الريسبشن بنشوفه ده ازاز، وبنشوف تحت بقى اللي هو الستايل اللي هو الغابة ده. بيتعمل هنا حفلات قدامنا هنا في الكوخ ده، والمسرح ده بيتعمل فيه حفلات. بس كانت الدنيا ساكتة شوية الفترة دي، عشان دي كانت كان عز فترة الكورونا، فكان الدنيا كانت فاضية أصلا في قلب الفندق. ما كانش فيه جست كتير. كان فيه سياح بس العدد ما كانش كبير، يعني كان عددنا قليل قوي. طبعا كانت الأسعار وقتها أرخص من دلوقتي برضو. ده الريسبشن. انا ما كنتش بعرف اصور قوي عشان لو كان حد ماشي، حد موجود وكده، يعني مبقاش فيها احراج برضو. ده كده الطرق. دي الطرقة بتاعة الغرف. الطرقة بتاعة الغرف بيبقى في آخرها الشباك الإزاز الكبير ده. شفتوا الفيو؟ بيبص بقى على البحر. الفندق يا جماعة كان تحفة تحفة تحفة، من أحلى السفريات اللي سافرتها في حياتي. كان فندق شرم الشيخ شيراتون يعني. ده البسين، بسين كبير جدا. واللي قدامنا هنا الشاطئ الخاص والبحر. الفيو كان حلو قوي. واحلى حاجه بقى في الاوض ان الاوض كلها بتبص على البحر، مفيش اي اطلالات جانبيه خالص، كل الغرف بتبص على البحر. الوقت احنا كنا لسه رايحين بنستكشف عما نستلم الاوض وكده. دي زي بلكونه كده بتبص برضو بقى على البسين وعلى البحر دي الاوضه. ده الحمام كان جميل، كان جميل جدا ونضيف. اكتر حاجة عجبتني في الفندق ان الفندق كان نضيف جدا بصراحة. وارخم حاجة في الحمام بقى ان هو كان ستايل اجنبي، ما كانش فيه شطافة وكده. وهنا في بار، في بقى كاتل وفي مشروبات، وبنطلع كل يوم يحط مشروبات وازازتين مية وكوبايات جديدة وكده. الأوضة بقى كانت جميلة قوي قوي قوي، واكبر اوضه فندق دخلتها بصراحه. انا دخلت فنادق كتير، بس دي كانت اكبر مساحه اوضه انا دخلتها. وكانت مريحه وفيها كنبه، والتلفزيون بتاعها كان بيطلع ويدخل وكان بيتحرك وكده على حسب الاتجاهات انت عاوز تقعد فيها. والبلكونه كانت جميله، بس عيب شرم ان هي حر جدا. انا ما كنتش عارفه استمتع بالبلكونه خالص، الجو كان نار. بس احلى حاجه ان الفندق مكيف من اوله لاخره. الطرق مكيفة، الأوض مكيفة، الريسبشن مكيف، كل حاجة انت ما بتحسش بالحر الا لما بتنزل تحت او بتقف بقى في البلكونة. شوفوا اللي هنا ده الفيو بتاع دي كلها الأوض. كل الأوض بتبص على البحر. ده كان الفيو. الفندق هتحسوا ان الشط فاضي والدنيا فاضية عشان زي ما قلت كورونا. ده كان في بسين تاني كان كبير قوي برضو. احنا كنا بنستكشف كده، كان بس طبعا البسين ده بقى عشان العدد الجست كان قليل، ما كانش حد موجود في البسين ده. بس البسين ده اعمق بكتير من التاني. وهنا بقى في مسرح وحفلات، بيتعمل هنا حفلات. ودي المارينا بتاعت الفندق، بتاعت الشط. وده نظام الشماسي والشازلونجات بتاعت الفندق برضو. كان مريح، كان حلو بصراحة. وكان ميزة برضو ان الدنيا كانت هادية، كنا حاسين الفندق فندقنا كده يعني، كنا واخدين راحتنا بصراحة. هو كان في ناس يعني زي ما انتم شايفين كده، كان في ناس بس كانت
اوحش حاجة بقى الشط بتاع الفندق، شط صخري، ما كناش عارفين ننزل خالص، يعني كلها صخور، ما كانش شط رملي، فكان نزول المية، انا اصلا مش بنزل مية بس نزول المية صعب. هي يمكن دي المنطقة الوحيدة اللي هي كان ممكن الناس تقف فيها شوية، كان الرمل موجود اكتر من الصخور شوية، بس برضو المية نفسها صخور، فيها صخور كتير اهي، بس يعني ممكن انت تقف فيها برضو شوية. ودي كان الفندق بيبص على جزيرة تيران وصنافير، هي دي جزيرة تيران وصنافير، كنت قدام الفندق على طول. طبعا التصوير كان وقتها ما كانش تصوير حلو يعني، بس على قدنا وقتها يعني السفرية دي كانت من سنتين. شفتوا الصخور ازاي؟ ده الفندق، الاوض كلها هناك اللي هي ظاهرة دي، كل دي البلكونات بتاعت الاوض. الفندق كبير كبير بصراحة، بس جميل ونضيف، والاكل بتاعه كان نضيف وجميل جدا، اكتر فندق انا روحته اتبسطت بالاكل بتاعه. المارينا كانت جميلة، ووقت الغروب كان حلو قوي، كنت بحب افضل اتفرج كده على الغروب واحنا على البحر. وده بقى جوه الفندق، كان السلم ده بيطلع على السبا، كان في سبا، كان في انشطه كتير قوي في الفندق، بس زي ما قلت لكم عشان الكورونا كانت الدنيا مقفله. وهنا بيعملوا كل يوم بالليل فقرات، بيجيبوا ناس تغني وكده بيبقى في سهرة باين من 9 ل 12 كل يوم. بس احنا كنا بنخرج، احنا كنا بنطلب عربية تبع الفندق وبنخرج بقى، كل يوم كنا بنروح مكان، وبس ده احنا كنا بقى مروحين. كانت سفرية خفيفة وكانت جميلة جدا بصراحة، واتبسطنا فيها، وفندق جميل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه اي معلومة كنتم محتاجينها او تعرفوا عنه. لو الفيديو عجبكم اضغطوا لايك واشتراك في القناة ودعموني عشان انزل لكم تجاربي الشخصية مع الفنادق التانية اللي انا روحتها.